السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعات الغاليات. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وأحوالكم مزيانة إن شاء الله. غادي نقدموا هاد اللازانيا في البيت اللي كتجي اقتصادية وكتجي مزيانة. عندي هنا 300 غرام ديال الدقيق الفينو، وواحد 2 معالق ديال الزيت، أي زيت عندكم، المائدة ولا زيت الزيتون، 2 بيضات كبار، وشوية ديال الملح. غادي ندوزو نحضروها. هنايا درت 300 غرام قلنا ديال الدقيق الفينو، غنكب عليه هذيك 2 معالق ديال الزيت و2 بيضات. من الاحسن يكونوا بيضات كبارين باش يشدوا لينا العبار، يجمعوا لينا هذاك الدقيق، ولا 3 صغار الا كان داك البيض صغير عاوتاني بزاف. هنا كنضرب البيض باش يجيني ساهل نبدا نجمع. غادي ندخل هذيك الزيت والملحه في الدقيق، صافي، ونبدا نخلط. هو خاصنا نخلط بسرعه حيت الدقيق الفينو كي كتعرفوا كيتشرب دغيا. خاصني نحاول نسرع في الجميع، نجمع ديك العجينه. هي كتجي قاصحه، ضروري تعطيوها الخاطر حتى تجمع. حطيت هنا فوق الرخامه باش تجيني سهله شويه. كنخلط بحال هكايا، هي ما كدلك ما والو، غير كتحاولي تجمعيها صافي. وغنفرقها هنايا كويرات. هنايا غادي ندير السلوفان باش نحطها فيها، باش نحطها من بعد ترتاح. ضروري تاخد وقتها باش ترتاح، باش تجينا ساهله ملي نبغيو نسرحو. بحال هكاك ديك ساعه، ساعه ونص. من بعد ما ارتاحت، هنايا درت واحد شويه ديال الدقيق وغادي نبدا نسرح. هي كترطاب شويه، ماشي كيف كانت في الاول. صافي، ونبداو نسرحو. كنحاول القاده هنايا باش ندخلها في الماكينه ديال التوراق. في الاول كندير هذا الماكينه على العبر اللي هو عريض باش دغيا تدخل حتى تسرح. وعاد من بعد عاوتاني غادي تنكمل العجينه كلها، وعاد ندير ريغلاج على الجهه الرقيقه اللي كتخرج العجينه رقيقه بزاف. ضروري هاد العجينه تكون رقيقه. هي راه في السليق راه ما كتشتت ما والو، كتبقى بحال لي بات اللي كناخدو على برا. صافي كنبدا نسرح. ملي كنسرح العجينه نقادها على الشكل، كنقطعها في العبار اللي بغيت، وكنحطها فوق واحد الورق ولا شي منديل باش كتشرب، كتنشف، تاخد وقتها باش تنشف. نعاودو نكملو القطع اللي باقي لينا. وكي كتشوفوا راه السطح ديال الرخامه راه كيبان منها، يعني رقيقه. هذا هو الضروري، كيف خص تكون هاد العجينه تكون رقيقه بزاف. المهم كتبقاو تقادوا العبار اللي بغيتو.
ولا بد من المدلك في النوبه الاولى، لا بد، حيت باش ما نخسروش ديك الماكينات الشوراق ديالنا. ها هي راه العجينه شويه طرخات، ماشي كيف كانت في الاول. عند هاد المقدار كيعطينا 500 غرام ديال العجائن. كيف كتعرفوا هاد لازانيا راه كتباع شويه غاليه في الثمن، وهكذا الا حضرناها في البيت كتجي اقتصاديه بزاف، وكتعطينا 500 غرام قد قد. هنا من بعد خليتها واحد 4 ساعات حتى نشفات مزيان. صافي غادي نديرها في واحد العلبه بلاستيكيه نخزنها وقت ما بغيت نستعملها، يعني نطيب اللازانيا كنجبدها وكنلقاها موجوده. ان شاء الله جربوها، غادي تعجبكم، وبالصحه والعافيه، وشكرا بزاف على المشاهده.